بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد العمدة، سيد مدير العلاقات الخارجية شركة كونروس أزياز، ممثل المدير العام لشركة كونروس أزياز، السيد النائب، سيد العمدة، سيد رئيس اتحادية الكرة الحديدية على المستوى الوطني، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة الوجهاء، السادة المنتخبون، السادة رؤساء الفرق المشاركة، نرحب بكم في هذا الختام الذي نعتبره بداية وليس ختاما، إنما هو بداية لمسار نود أن نكرسه واقعا على مستوى مدينة الشام إن شاء الله، بل مقاطعة الشام إن شاء الله. هذا الواقع سيشهد في السنوات بل الأيام القادمة إن شاء الله حراكا يجسد رؤية عميقة لدى صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني تنطلق من قرب هذه التظاهرات في بعدها الاقتصادي التنموي الذي يلامس واقع الساكنة ويلامس من جانب آخر رغبة وتشغيلا ورياضة لدى محبي هذه الرياضة. فلذلك لن نكون في ختام، وإنما نحن في بداية إن شاء الله لمسار تنموي نكرسه جميعا بتكامل جهودنا وبرؤيتنا المستقبلية التي سنحرص عليها جميعا، ونحاول جميعا أن نوصلها إلى الأهداف المنشودة في رؤية تكاملية نعزز من خلالها وحدتنا الوطنية وعلاقاتنا الدولية بإخواننا وشركائنا على مستوى المنطقة وعلى مستوى القارة الإفريقية إن شاء الله. فلذلك نشكر الفرق المشاركة ونعتبر أن الكل فائز وليس هناك فائز واحد. نحن فائزون جميعا بوجودنا في هذا الحيز الجغرافي، في هذه المنطقة، في هذه الليلة، ففوزنا فوز مشترك لنا جميعا. نحن إخوة وتظل يدنا ممدودة بعضنا لبعض، ففوزنا ما هو إلا فوز شكلي في مضمونه، وإنما الحقيقة هي أننا جميعا فائزون. وهنا نؤكد على تثميننا لدور شركة كونروس أزياز في هذا الحدث، ونشد على أيديها حتى نصل إن شاء الله جميعا بحكم قربها منا وبحكم كونها مستثمرا. وهذا المستثمر ينبغي أن يكون له رصيد في البعد المحلي، وهو ما استأنفته الشركة وستظل على مساره إن شاء الله. أملنا أن نكرس هذا الختام باسم معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والشباب والخدمة المدنية في أن ننطلق إن شاء الله إلى دورة إفريقية قادمة بإذن الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.